عمالين انتوا ماسكين الراجل سالخين، وده ما بيعرفش يمثل، ده طلق مراته، ده تعبيرات وشه مش عارف ايه، ده عنده فرط حركة. خلاص كلكم بقيتوا طارق الشناوي. مفيش التماس اعذار، مفيش حسن نية. حلقة النهاردة مش نظرية، دي جولة سريعة هثبت لك فيها ازاي احمد السقا قدر يعمل كل الالوان بجدارة من خلال 6 مشاهد بس، او 6 مشاهد ولقطة علشان بس نبقى صادقين. يعني اعمل اشتراك علشان تشوف حلقات جديدة ليا اول باول، واعمل لايك، ويلا بينا نبدأ. انا على اخري انا على اخري انا على اخري. المشهد الأول معانا في فيلم الجزيرة واحد، وهو تجسيد للغرور والثقة وخيبة الأمل. وقال لك منصور اتجنن يا حسن، هيجيب لكم العار. بص، حط يدك في جيبك وطلع مسدسك وصفيه. صفيه يا حسن وهتبقى الكبير، وما تخافش انا هحميك. مش قال لك اديه يا عمي؟ بتشوف قدرة أحمد السقا على التجسد في شخصية صعيدي بيقلد اللهجة القاهرية باستهزاء وسخرية. أما المشهد التاني معانا من فيلم الجزيرة 2، وهو تجسيد للضعف والخوف والانهزام. قلت لك لا، بلاش الترينات، انا بس ولدي الحريم يا ولد الكلاب. اختار عمك علي الترينات. بتشوف قد إيه بتجتمع مشاعر جوه منصور الحفني، من غضب لخوف لضعف لثورة، وبعدين بتتختم بلقطة تانية فيها انهزامية واضحة واستسلام وانكسار. والمشهد التالت معانا من فيلم من 30 سنة. الفيلم طبعا كان ممكن يطلع منه تحفة فنية، ولكن تم إفساده، وهو تجسيد للاحتضار الكاذب. طبعا المشهد في حد ذاته فيه أخطاء كتير، زي إن السقا استحضر أعراض التسمم والاحتضار وفي الآخر طلعت حطاله منون، وزي إنه اعترف بكل حاجة عملها أول ما قالت له أنا سممتك. بس الهدف هنا مش كل ده، الهدف هو التركيز على تعبيرات وش السقا لو اعتبرنا إنه متسمم بجد وبيحتضر مش مجرد واخد منون. والمشهد الرابع معانا من فيلم عن العشق والهوى، وهو استحضار البكاء، واللي على حسب كلام السقا كانت أول مرة يستحضر العياط قدام الكاميرا ويكسر البوكر فيس بتاعه ويبدأ يتعامل ببعيد جسمه. وبصراحة كان أداء حلو، يعني مش مبدع، ولكن هو عمل المطلوب منه. عايز دموع يا باشا، تمام. عايز عياط بشحتفة، تمام. عايز لحظة ضعف وانكسار، تمام، يلا بينا. والمشهد الخامس معانا من مسلسل عايز أتجوز. قاعد سنة يكون جاله هبوط كده. الشمس حامية النهارده مش عارف. انت هتقعدي تهزلي كتافك على العربية؟ على العربية! ايه رأيك فيها؟ بأمانة كشباب يعني. مين؟ الحتة اللي هناك دي حلو اتجوزها؟ فعلا؟ اقرا اهزر معاك ليه؟ وهو الكوميديا، واللي طبعا هي ذوقية ممكن ما تعجبكش، ولكن كممثل مش كوميديان بيقدم كوميديا هو عمل برضو المطلوب منه. وعلى الأقل أنا ضحكت مرتين تلاتة، أنت ما ضحكتش لمشكلتك. يعني نروح على المشهد اللي بعده. المشهد السادس من مسلسل جولة أخيرة، وهو تجسيد نوبة الهلع اللي بتيجي ليحيى بعد ما بيموت سند بالغلط في الماتش أول ما بيروح البيت، اللي كانت هايلة جدا من وجهة نظري، خصوصا مع مراعاة حالة السقا في الوقت ده ومشكلته مع المرارة اللي كان بيتكلم عنها. ولكن لو جينا للحق، مشكلة المرارة دي كانت خدناها جدا في تجسيد شخصية الشخص اللي عنده زهايمر، فرط التعرق، جمود المشاعر وجمود رياكشنات الوش، إحساس بالتوهة. فبالعكس الأداء كان لطيف، واللي كان أحسن من العتاولة بكتير. والسابع وهو مش مشهد، لكن هو عبارة عن التزام السقا بلغة الجسد المطلوبة منه في إبراهيم الأبيض، وأداؤه للمشية اللي بيعرج فيها كما طلب منه. وبكده نقدر نقول إن السقا بيعرف يمثل، ولكن بتتداخل أسباب تانية هي اللي في اعتقادي أثرت على طريقة حركته ورياكشنات وشه، منها المشاكل الصحية اللي اتكلم عنها زي المرارة وغيره، ولكن غير كده كمان في الحوادث اللي اتعرض ليها في وشه وفي عينيه، واللي على إثرها تقريبا زرع أسنان كتير، وتعبيرات وشه بقت حركتها أبطأ وأصعب. وغير كده كمان لازم نراعي عامل السن، لأن السقا عدى سن ال50. فبالله عليكم نخف سوء ظن، ده بوتوكس، ده فيلر، ده ADHD. وفي النهاية دي كانت حلقة تسليك سنان بس لحد ما أحضر لحلقة مسلسل العراف، وحلقة كاستور تروي، وحلقة جوستافو فرينج، وحلقة فيلم المصلحة الجزء الثاني. اشترك علشان تشوف كل ده وأكتر، واعمل لي كومنت باقتراحك. سلام.